اهلا بيكم اولى اعدادي، ومعانا النهارده الجزء الثاني من اول درس عندنا في الوحده الثالثه بعنوان نظم الغابات في افريقيا. الغابات، ايوه، ما احنا اتكلمنا في الجزء الاول عن الغابات المداريه المطيره. الوقت بقى هنتكلم عن تاني غابات موجوده عندنا في قاره افريقيا، وهي غابات البحر المتوسط. طب هو عاوزنا نعرف ايه بالظبط عن غابات البحر المتوسط؟ اقول لك 6 حاجات برضه زي ال6 حاجات اللي انت عرفتهم عن الغابات المدارية المطيرة: الموقع، المناخ، النباتات، الحيوانات، التربة. أهمية الغابات دي إيه؟ يبقى إحنا الوقت هنعرف كام حاجة عن غابات البحر المتوسط. أقول لك 6 حاجات: الموقع والمناخ والنباتات والحيوانات والتربة، وكمان أهميتها. طب يلا نتكلم عن أول حاجة، وهي الموقع. احنا متفقين ان الموقع عندي في الدراسات عبارة عن موقعين: الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. طب قبل ما تقول لي الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، هات لي الاول قارة افريقيا وقول لي غابات البحر المتوسط دي فين اصلا. اقول لك هنا كده على ساحل البحر المتوسط، وكمان هتلاقيها تحت هنا. نعم، اللي نزل غابات البحر المتوسط تحت كده. اقول لك نفس الاشجار اللي هنا هي نفس الاشجار اللي هنا. فالعلماء قال لك خلاص احنا هنسمي برضو الحته اللي تحت ديت غابات البحر المتوسط. يبقى احنا كده عندنا غابات البحر المتوسط فين وفين؟ اقول له فوق وتحت، على ساحل البحر المتوسط وتحت. بس انت فاكر المنطقه دي كان اسمها ايه؟ انا كنت واخد في الدرس الثاني ان هنا كده جبال اسمها جبال الكاب. قال لك المنطقه دي اسمها منطقه الكاب. يبقى احنا كده عرفنا غابات البحر المتوسط فين على الخريطه، علشان لو جالي في الامتحان وقال لي دي غابات ايه، على طول اقول له غابات البحر المتوسط. جالي تحت كده وقال لي دي ايه، اقول له برضه غابات البحر المتوسط. طب انا عايز اعرف بقى الموقع الفلكي بتاعها فين بالظبط. قال لك لو جيت تشوف دوائر العرض هتلاقيها بين دايره رقم 30 ودايره رقم 45. نفس الكلام تحت، بين دايرة رقم 30 ودايرة 45 تحت، يعني جنوبا. يبقى تقع بين دائرتي عرض 30 ل 45 فوق وتحت، يعني فوق دائرة الاستواء وتحت دائرة الاستواء، يعني شمالا وجنوبا. يبقى غابات البحر المتوسط تقع بين دايرة كام ودايرة كام؟ اقول له 30 ل 45 شمالا وجنوبا. طب انت فاكر الغابات المدارية المطيرة كانت من كام لكام؟ من 10 ل 10 شمالا وجنوبا. يبقى كل حاجة تقولها هنا ترجع تفتكر الغابات المدارية كان فيها ايه. المهم عرفنا ان غابات البحر المتوسط من 30 ل 45 فوق وتحت، يعني شمالا وجنوبا. خلي بالك فين بالظبط؟ اقول له حول سواحل البحر المتوسط، هنا كده عند البحر المتوسط، وده سبب التسمية اصلا. احنا بنقول عليها غابات البحر المتوسط. طب موجودة فين كمان؟ قال لك بص، تعرف ان الغابات ديت مش موجودة بس في قارة افريقيا، امال ايه؟ قال لك موجودة في كل قارات العالم. كل قارات العالم، يعني موجودة في امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واستراليا واسيا، في كل القارات دي. طب ازاي؟ قال لك موجودة من 30 ل 45 بس على ايدك الشمال. يعني على ايدك الشمال يعني في غرب القارات. تروح هناك في غرب القارات تلاقي شوية شجر نفس الشجر اللي بيطلع عندنا في البحر المتوسط. فالعلماء قال لك خلاص اي حتة فيها نفس الشجر اللي بيطلع عند البحر المتوسط هنا هنقول عليها غابات البحر المتوسط. يبقى غابات البحر المتوسط موجودة في كل القارات. فين بالظبط؟ اقول له في غرب القارات، على ايدك الشمال في القارات. لو لقيت شجر يبقى الشجر ده بتاع مين؟ بتاع غابات البحر المتوسط. طب انا عايز بقى اعرف الموقع الجغرافي، يعني الموقع الحقيقي. اوصف لي بالظبط. سيبك بقى من دوائر العرض من 30 ل 45، الكلام ده على الخرايط. انا عايز في الحقيقة موجودة فين بالظبط في قارة افريقيا. اقول لك موجودة هنا كده على الساحل الشمالي الغربي لقارة افريقيا، يعني فوق يعني في الشمال. هنا كده يبقى في الغرب، يعني على الساحل الشمالي الغربي لقارة افريقيا. وموجودة تحت برضو على ايدك الشمال، يعني في اقصى جنوب غرب القارة، يعني جنوب غرب قارة افريقيا اللي هي منطقة الكاب. يبقى الموقع الجغرافي يعني الموقع الحقيقي اقول له موجودة على الساحل الشمالي الغربي لقارة افريقيا وفي اقصى جنوب غرب قارة افريقيا. الحتة اللي تحت دي بنقول عليها منطقة الكاب. يبقى احنا كده عرفنا موقع غابات البحر المتوسط. جبنا الخريطة الاول وعرفنا ان لو جالي هنا او هنا وقال لي غابات ايه، على طول اقول له غابات البحر المتوسط. طبعا لو جالي في النص، انت فاكر في النص كان هنا غابات ايه؟ ايوه، الغابات المدارية المطيرة. طيب بالنسبة للموقع الفلكي اقول له من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. طب الموقع الجغرافي اقول له فوق على ايد الشمال، يعني على الساحل الشمالي الغربي لقارة افريقيا، وتحت يعني في اقصى جنوب غرب قارة افريقيا في منطقة اسمها منطقة الكاب.
طب كده احنا اتكلمنا عن الموقع، ودي اول حاجة من الست حاجات اللي لازم نعرفهم عن غابات البحر المتوسط. كلمني بقى عن المناخ، يعني الخصائص المناخية، الجو. اقول لك، فاكر لما قلت لك الخصائص المناخيه يعني الحراره والامطار؟ ايوه، المره دي مش هنقسمهم كده. ليه؟ اقول لك، في الغابات المداريه المطيره الحراره كانت طوال العام والامطار طوال العام، مفيش فرق لا بين صيف ولا بين شتاء ولا اي حاجه. هنا لا، هنا عندك فصل الصيف مختلف عن فصل الشتاء، فهنمسح الحراره والامطار وهنتكلم عن الفصول. يعني هنتكلم عن فصل الصيف عامل ايه وفصل الشتاء عامل ايه، لان ده مختلف عن ده. هناك في الغابات المداريه المطيره لا، الحراره طول السنه والامطار طول السنه، ما كانش في فرق اصلا. امال هنا لا، في فرق. طب ما تقول لي فصل الصيف عامل ايه؟ اقول لك فصل الصيف حار، جو حر جدا وجاف. جاف يعني ايه؟ يعني مفيش امطار، مفيش نقطة مية بتنزل. يبقى فصل الصيف اقول له ايه؟ حار وجاف. طب فصل الشتاء اقول لك الجو بيبقى دافي، يعني دافئ وممطر. وممطر يعني ايه؟ يعني الدنيا بتمطر في فصل الشتاء. يبقى لما اجي اتكلم عن الخصائص المناخية في غابات البحر المتوسط، هتكلم عن فصل ايه وفصل ايه؟ فصل الصيف وفصل الشتاء. فصل الصيف اقول له حار وجاف، الجو حر جدا ومفيش نقطة مية بتنزل. طب فصل الشتاء اقول له دافئ وممطر، الجو دافئ يعني كويس والدنيا بتمطر. طيب بيقول لك بقى خلي بالك، لو جبت قارة افريقيا وبصيت تلاقي الامطار هنا كتيرة، وكل ما تروح يمة الشرق على ساحل البحر المتوسط كده تلاقي كمية الامطار تقل. علشان كده فعلا تلاقي غابات البحر المتوسط موجودة في الحتة دي اكتر، لان الامطار هنا كتيرة في الغرب اكتر من الشرق. يبقى الامطار اللي بتنزل في فصل الشتاء على ساحل البحر المتوسط تقل كلما اتجهنا شرقا. كل ما تروح يمة الشرق، يمة مصر عندنا كده، تلاقي الامطار تقل. كل بقى ما تروح يمة الغرب كده عند المغرب والجزائر وتونس تلاقي كمية امطار كتيرة جدا. وفعلا انت بتيجي تبص بتلاقي غابات البحر المتوسط موجودة في الحتة دي، لان الحتة دي فيها امطار اكتر من الشرق. يبقى تقل كمية الامطار كلما اتجهنا ايه؟ شرقا، طبعا على ساحل البحر المتوسط. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان فصل الشتاء دافئ وممطر، والامطار اللي موجودة على ساحل البحر المتوسط بتقل كل ما اروح يمة الشرق. بيقول لك بقى، بما ان الامطار بتنزل في فصل الشتاء، يبقى كده النباتات هتنمو اكتر واكتر في الغابات دي في فصل ايه؟ اقول له طبعا في فصل الشتاء. فعلشان كده بيقول لك فصل الشتاء هو فصل النمو الحقيقي للنباتات. النباتات اللي في الوقت ده بتكبر اكتر واكتر في فصل الشتاء، لان ده الفصل اللي بتنزل فيه الامطار والجو بيبقى فيه كويس. علشان لما حد يجي يسالك ويقول لك بما تفسر نمو النباتات في غابات البحر المتوسط في فصل الشتاء، ليه النباتات بتطلع بشكل كبير جدا وبتنمو اكتر في فصل الشتاء؟ اقول له بسبب سقوط الامطار واعتدال درجة الحرارة. الامطار بتنزل في فصل الشتاء والجو دافي يعني معتدل وكويس، يبقى بسبب سقوط الامطار واعتدال درجة الحرارة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الخصائص المناخية لغابات البحر المتوسط. اتكلمنا عن فصل الصيف وفصل الشتاء. في فصل الصيف قلنا الجو حر وجاف، في فصل الشتاء قلنا الجو دافي وممطر. طب الامطار بتقل امتى؟ بتقل كل لما اروح يمة الشرق على ساحل البحر المتوسط. طب النباتات والاشجار بتنمو اكتر في فصل الصيف ولا فصل الشتاء؟ طبعا في فصل الشتاء. طب ليه؟ اقول له بسبب سقوط الامطار واعتدال درجة الحرارة. السؤال ده مهم؟ طبعا مهم. طب احنا كده اتكلمنا عن تاني حاجة عندنا وهي المناخ. يلا بقى نتكلم عن تالت حاجة وهي النباتات. النباتات يعني ايه؟ يعني تشوف الاشجار عامله ايه. طب انت فاكر لما جينا نتكلم عن النباتات في الغابات المداريه المطيره؟ كانت كثيفه ومتشابكه الاغصان. الشجر اللي هناك كان كبير جدا. هنا بقى لا، قال لك اشجار متوسطه وقصيره، مش كبيره قوي. يعني طولها قد ايه؟ قال لك من 5 ل 20 متر اخرها كده. يبقى تاني، الاشجار بتاعت غابات البحر المتوسط متوسطه وقصيره. من كام لكام؟ قال لك من 5 متر ل 20 متر. بس فيها ميزه ايه؟ قال لك دائمه الخضره طوال العام. نعم. مش بتنشف؟ اقول لك لا، خلي بالك، احنا عارفين ان بتنمو اكتر واكتر في فصل الشتاء، ومع ذلك مش بتنشف في فصل الصيف، لا بتفضل خضراء. هنا لازم تسأل نفسك سؤال، اشمعنى الاشجار دي دائمة الخضرة على الرغم طبعا ان في الصيف مفيش امطار؟ اقول لك لانها بتقدر تتكيف مع المناخ. وده سؤال، بما تفسر اشجار غابات البحر المتوسط دائمة الخضرة طول العام، ليه الشجر اللي موجود في غابات البحر المتوسط مش بينشف اصلا؟ اقول له لانها تتكيف مع الظروف المناخية، بتتكيف مع المناخ. طب ازاي؟ قال لك من خلال حاجتين، من خلال جذورها العميقة
النباتات والاشجار ديت لها جذور طويله جدا بتفضل تنزل تحت قوي وتجيب ميه من تحت، يبقى جذورها العميقه. وكمان اوراقها صغيره الحجم، الورق بتاعها صغير متغطي بطبقه شمعيه، في طبقه من الشمع فوقه كده لتقليل الفاقد بالنتح. عارف النتح اللي انت واخده في العلوم؟ اللي هو ان الميه تتبخر من الورقه. قال لك بقى ورق الشجر هناك صغير وعليه طبقه صغيره كده شمعيه بتخلي الشجره ما تفقدش الميه اللي فيها، يبقى اوراقها صغيره الحجم المغطاه بطبقه شمعيه لتقليل الفاقد بالنتح. يبقى تاني كده لما اجي ابص على النباتات هلاقي اشجارها متوسطه وقصيره من 5 متر ل 20 متر، بس فيها ميزه ايه؟ دائمه الخضره طوال العام، طول السنه خضره. طب ليه؟ اقول له لانها تتكيف مع الظروف المناخيه. لايه؟ لانها تتكيف مع الظروف المناخيه. طب من خلال كم حاجه؟ حاجتين: جذورها العميقه، الجذور بتاعتها طويله جدا، اوراقها صغيره الحجم مغطاه بطبقه شمعيه لتقليل الفاقد بالنتح. طب انت كده وصفت لي الاشجار والنباتات اللي موجوده في غابات البحر المتوسط، طب ما تقول لي انواع الاشجار واهم الاشجار. اقول لك شجر اسمه الارز، مش الرز، اسمها ايه؟ الارز. الرز ده اللي انا وانت بناكله، الارز ده شجر طويل اسمه ايه؟ الارز. الصنوبر او الصنوبر زي ما تنطقها قولها عادي، والبلوط الفليني. يبقى انا عندي كام نوع؟ 3: الارز، الصنوبر، البلوط الفليني. بس تعرف هناك في شوية اشجار مثمرة بس قصيرة. مثمرة يعني ايه؟ يعني بتطلع ثمار الناس بتاكلها. ايوه، زي التين والزيتون والموالح والعنب. دول شوية أشجار مثمرة موجودة في غابات البحر المتوسط، وهتقابلنا الوقت لما نيجي نتكلم عن أهمية الغابات دي، إن الناس بتاكل الثمار دي، تين وزيتون وموالح وعنب. على فكرة كلمة الموالح، عارف أنت البرتقان والليمون؟ دي اسمها الموالح. طبعا أنت عارف التين والزيتون والعنب. يبقى دي أشجار مثمرة قصيرة. بس طبعا اهم حاجه عندي لما حد يسالك على اهم الاشجار قول له الارز والصنوبر والبلوط الفليني. يبقى احنا كده اتكلمنا عن النباتات، عرفنا انها اشجار متوسطه وقصيره من 5 متر ل 20 متر، دائمه الخضره طوال العام لانها بتقدر تتكيف مع الظروف المناخيه. السؤال ده مهم. طب من خلال كم حاجه؟ اقول له حاجتين: جذورها العميقه، والاوراق بتاعتها اللي هي صغيره الحجم المغطاه بطبقه شمعيه علشان تقلل الفاقد بالنتح. قلنا الاشجار الارز والصنوبر والبلوط الفلين، بس هناك برضه شويه اشجار مثمره قصيره زي التين والزيتون والموالح والعنب، ودول هنتكلم عنهم لما نيجي نتكلم عن الأهمية. طب بعد ما اتكلمنا عن النباتات اللي موجودة في غابات البحر المتوسط هنتكلم عن ايه؟ اقول لك هتتكلم عن الحيوانات. ايه الحيوانات اللي هناك؟ اقول لك الاغنام، الماعز، الثعالب، الذئاب، عندك النورس وده طبعا طيور، عندك الفئران والسناجب ودي طبعا من القوارض. يبقى الحيوانات اللي عندي عبارة عن الأغنام والماعز والثعالب والذئاب والنورس وكمان فئران وسناجب. دي الحيوانات. طب لو انت شاطر فاكر حيوانات الغابات المدارية المطيرة؟ ايوه، كانت النمور وكانت القردة والتماسيح والتعابين وكمان النمل الابيض. دي الحيوانات اللي كانت موجودة في الغابات المدارية المطيرة. اما هنا غنم ومعيز وثعالب وذئاب ونورس وفئران وسناجب، لازم تحفظهم وتميز بينهم علشان اسئله اختيار وصح وغلط. طيب بعد ما اتكلمنا عن النباتات والحيوانات هنتكلم عن ايه؟ اقول لك هنتكلم عن التربه. التربه لونها ايه؟ اقول لك متعدده الالوان. يعني ايه؟ يعني هتلاقي في اماكن لون التربه هناك حمراء، وفي اماكن لون التربه بني، وفي اماكن لون التربه اسود. نعم، ده في الغابات المدارية المطيرة كانت التربة هناك حمراء وخلاص. فاكر ليه؟ لانها غنية باكاسيد الحديد. طب انت عندك 3 الوان ليه؟ ليه في اماكن التربة فيها حمراء وفي اماكن تانية في غابات البحر المتوسط لونها بني واماكن تالتة لونها اسود؟ يعني بما تفسر تعدد الوان التربة في غابات البحر المتوسط. ليه انت عندك اكتر من لون للتربة؟ اقول لك بسبب تعدد مكوناتها المعدنية والعضوية. قال لك المكونات اللي بتبقى في التربة هي اللي بتحدد لونها، سواء كانت المكونات دي معدنية شوية معادن أو عضوية شوية كائنات حية زي الأشجار والنباتات دي. ده اللي بيحدد لون التربة هيبقى عامل ازاي، وكمان ظروف تكوينها ازاي اتكونت. يبقى بسبب تعدد مكوناتها المعدنية والعضوية وظروف تكوينها. يبقى بما تفسر تتعدد الوان التربه في غابات البحر المتوسط. ليه انت عندك اكتر من لون؟ اقول له بسبب تعدد مكوناتها المعدنيه والعضويه وظروف تكوينها. بسبب ايه؟ بسبب تعدد مكوناتها المعدنيه والعضويه وظروف تكوينها. طب التربه اللون بتاعها بيتغير على حسب مكوناتها. يعني عندك مثلا التربه الحمراء، وعندك تربه بني، وعندك التربه السوداء، وعندك تربه بتبقى بيضة. يبقى التربة عندنا عبارة عن 4 ألوان. التربة الحمراء دي بتبقى غنية بأكسيد الحديد، لما يبقى فيها أكسيد الحديد كتير فيبقى لونها أحمر.
اما بقى التربه البني والسوداء قال لك بترتفع الاتنين فيهم المواد العضويه. المواد العضويه يقصد بيها بقايا النباتات والاشجار، الحاجات العضويه دي. فقال لك بس استنى، في البني المواد العضوية غير مكتملة التحلل، يعني المواد العضوية دي لسه ما اتحللتش 100%. اما في التربة السوداء بقى اقول لك لا، المواد العضوية هنا بتبقى اتحللت، يعني المتحللة. يبقى البني والسوداء الاتنين فيهم مواد عضوية. التربة اللي فيها مواد عضوية لسه ما اتحللتش بيبقى لونها بني، اما التربه اللي فيها مواد عضويه متحلله بيبقى لونها اسود. وعلى فكره التربه السوداء دي تربه خصبه، بتبقى حلوه جدا جدا للزراعه. طب التربه البيضاء بيرتفع فيها ايه؟ قال لك بيرتفع فيها حاجه اسمها السيليكا. السيليكا ديت نوع من الرمل لونه ابيض، وكمان المواد الجيريه، واحنا عارفين المواد الجيريه برضه لونها ابيض، فعلشان كده التربه بتبقى لونها ابيض. يبقى تاني، التربه البيضاء بيرتفع فيها السيليكا والمواد الجيريه، اما البني والسوداء الاتنين بترتفع فيهم المواد العضويه. البني لسه المواد العضويه ما اتحللتش 100%، اما السوداء لا، المواد العضويه اتحللت. طب الحمراء دي غنيه باكسيد الحديد. بس استنى، اللي يهمني في التربه اللي موجوده عندي في غابات البحر المتوسط انها 3 الوان، احمر وبني واسود. ليه؟ اقول له بسبب تعدد مكوناتها المعدنيه والعضويه وظروف تكوينها. طب التربه دي غنيه ولا فقيره، يعني كويسه ولا وحشه بتاعت غابات البحر المتوسط؟ اقول لك لا، تربه خصبه صالحه للزراعه، عكس طبعا تربة الغابات المدارية المطيرة، كانت تربة فقيرة في الأملاح. لا هنا لا، تربة خصبة صالحة للزراعة. كده احنا اتكلمنا عن التربة اللي موجودة عندي في غابات البحر المتوسط، وعرفنا انها متعددة الألوان، فعندي أحمر وبني واسود، ده كله بسبب تعدد مكوناتها المعدنية والعضوية وظروف تكوينها. وعرفنا ان لون التربة بيختلف على حسب مكوناتها. طب بالنسبة بقى لآخر حاجة عندنا في غابات البحر المتوسط، وهي أهمية غابات البحر المتوسط. هي مهمة؟ أقول لك أيوة، نفس الكلام، مهمة اقتصاديا وسياحيا وبيئيا. طب عايز أسأل نفسي سؤال، ليه مهمة اقتصاديا، وليه مهمة سياحيا، وليه مهمة بيئيا؟ أقول لك اقتصاديا لأنها مصدر للغذاء. مش أنا قلت لك بنجيب منها تين وزيتون وموالح وعنب؟ أيوة، يبقى حيث إنتاج التين والزيتون والموالح والعنب، يبقى أول حاجة مصدر للغذاء، حيث إنتاج التين والزيتون والموالح والعنب. وكمان قال لك مصدر للنباتات العطرية والطبية، فيها نباتات بتدخل في صناعة العطور، وفيها نباتات بتدخل في الصناعات الطبية في الأدوية، يبقى مصدر للنباتات العطرية والطبية. يبقى لما حد يقول لي الأهمية الاقتصادية لغابات البحر المتوسط، أقول له لأنها مصدر للغذاء حيث إنتاج التين والزيتون والموالح والعنب، ومصدر للنباتات العطرية والطبية. طب الأهمية السياحية، قال لك مهمة سياحية لأنها مناطق للاستجمام، ما بقولش للاستحمام، انت مش رايحين نستحمى هناك، لا، للاستجمام، يعني تقعد مع نفسك كده وتستمتع بالطبيعة، اسمها مناطق للاستجمام. وكمان السياحة البيئية، انت هناك بتروح تتفرج على البيئة وكمان الصيد، يبقى لأنها مناطق للاستجمام والسياحة البيئية والصيد. يبقى لما حد يسألني ويقول لي ايه أهمية غابات البحر المتوسط سياحيا، ليه غابات البحر المتوسط مهمة سياحيا، أقول له لأنها مناطق للاستجمام والسياحة البيئية والصيد. طب ليه مهمة بيئيا؟ أقول له لأن النباتات اللي فيها أكيد هتمتص كميات كبيرة جدا من الكربون، يبقى لأنها تمتص كميات كبيرة من الكربون وتحسن جودة الهواء، بتخلي جودة الهواء كويس. يبقى لما نيجي نتكلم عن أهمية غابات البحر المتوسط هنتكلم عن 3 أهميات، الأهمية الاقتصادية والسياحية والبيئية. كل واحدة من دول فيها سؤال بما تفسر. فلما أجي أتكلم عن الأهمية الاقتصادية أقول له لأنها مصدر للغذاء حيث إنتاج التين والزيتون والموالح والعنب، ومصدر للنباتات العطرية والطبية. طب سياحيا أقول له لأنها مناطق للاستجمام والسياحة البيئية والصيد. طب بيئيا أقول له لأنها بتمتص كميات كبيرة جدا من الكربون وبتحسن جودة الهواء. كده احنا عرفنا كل المعلومات اللي مطلوبة مننا في غابات البحر المتوسط. أول حاجة اتكلمنا عنها الموقع بتاعها الفلكي والجغرافي، وعرفنا إن في الحتة دي والحتة دي لو جالي في الامتحان أقول له دي غابات البحر المتوسط. وعرفت في الموقع الفلكي إنها من 30 ل 45 شمالا وجنوبا، وموجودة على الساحل الشمالي الغربي لقارة أفريقيا، وفي أقصى جنوب غرب القارة في منطقة الكاب. في المناخ بتكلم عن الصيف والشتاء. في الصيف بقول له الجو حر وجاف، في الشتاء الجو دافي وممطر. علشان كده لما تيجي تبص على النباتات بتنمو بشكل حقيقي امتى، اقول له فصل الشتاء. فلو جالنا سؤال في الامتحان وقال لي بما تفسر نمو النباتات في غابات البحر المتوسط في فصل الشتاء، اقول له بسبب سقوط الامطار واعتدال درجة الحرارة طبعا في فصل الشتاء. طب النباتات، اقول له النباتات اشجارها متوسطة وقصيرة من 5 ل 20، دائمة الخضرة لانها بتتكيف مع الظروف المناخية، يا اما من خلال جذورها العميقة، يا اما من خلال اوراقها صغيرة الحجم اللي متغطية بالطبقة الشمعية علشان تقلل فاقد النتح.
طب اشجارك؟ اقول له الارز والصنوبر والبلوط الفليني. طب حيواناتك؟ اقول له اغنام وماعز وثعالب وذئاب ونورس وفئران وسناجب. تربتك؟ اقول له 3 الوان، احمر وبني واسود. ليه؟ اقول له بسبب تعدد مكوناتها مختلفه، المعدنيه والعضويه وظروف تكوينها. طب التربه دي كويسه؟ اقول له تربه خصبه صالحه للزراعه. طب ايه اهميه الغابات دي؟ اقول له عندي 3 اهميات: اقتصاديه لانها مصدر للغذاء حيث انتاج التين والزيتون والموالح والعنب، وكمان مصدر للنباتات العطريه والطبيه. سياحيا لانها مناطق للاستجمام والسياحه البيئيه والصيد. طب بيئيا لانها بتمتص كميات كبيره جدا من الكربون وبتحسن جوده الهواء. كده احنا خلصنا كل كلامنا عن غابات البحر المتوسط. يبقى احنا كده خلصنا الدرس؟ اقول لك لا. ليه؟ قال لك انا عايزك بقى تعرف لي الاخطار التي تواجه نظم الغابات في قاره افريقيا. ايه المشاكل اللي بتواجه الغابات المداريه المطيره وغابات البحر المتوسط؟ اقول لك اول حاجه التغير المناخي. التغير المناخي ده بيبوظ اي حاجه موجوده في البيئه. خلي بالك قاره افريقيا دي تعتبر اقل قاره في الانبعاثات الحراريه، ودي اكتر قاره بتتعرض للتغير المناخي، لان طبعا قاره افريقيا تقع وسط قارات العالم موجوده في النص، فالتغير المناخي بيأثر فيها بشكل رئيسي جدا جدا جدا. طب السؤال هنا، هو التغير المناخي ده هيعمل ايه؟ يعني من النتائج المترتبه على تعرض قاره افريقيا للتغيرات المناخيه. اقول لك اول ما تشوف كلمه التغيرات المناخيه يعني المناخ بيتغير، فالحراره بتعلى بترتفع والامطار بتقل، فلما يحصل الحاجتين دول هتلاقي جفاف وتصحر كتير جدا 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 جدا. في مناطق بقى فيها جفاف واتقلبت لصحراء. يبقى تاني، اول ملمح كلمة التغيرات المناخية يبقى الحرارة بترتفع والامطار بتقل، وايه اللي بيزيد؟ جفاف وتصحر. يبقى ادى الى ارتفاع درجة الحرارة، نقص كمية الامطار، وزيادة الجفاف والتصحر. يبقى اول ما يقول لي ما النتائج المترتبة على تعرض قارة افريقيا للتغيرات المناخية، اقول له ايه؟ اقول له ادى الى ارتفاع درجة الحرارة ونقص كمية الامطار وزيادة الجفاف والتصحر. علشان تحط خطة للتنمية المستدامة في قارة افريقيا صعب جدا. ليه؟ بسبب التغيرات المناخية دي. يبقى تاني، ما النتائج المترتبة على تعرض قارة افريقيا للتغيرات المناخية؟ اقول له ادى الى ارتفاع درجة الحرارة ونقص كمية المطر وزيادة الجفاف والتصحر. طب قول لي برضو من الاخطار اللي بتواجه الغابات تحديدا بقى. احنا عرفنا ان التغير المناخي هيبوظ حاجات كتيرة جدا، انا عايز بقى تحدد لي الحاجات ديت الخاصة بالغابات. اقول لك اول مشكلة هتقابلنا ازالة الغابات، تاني مشكلة الحرائق، تالت مشكلة الجفاف، رابع مشكلة انقراض العديد من الحيوانات، يعني انقراض الحيوانات. يبقى انا عندي كم مشكلة هتواجه الغابات تحديدا؟ اقول له ازالة الغابات والحرائق والجفاف وانقراض الحيوانات. بالنسبة لإزالة الغابات، قال لك السكان في قارة افريقيا بيجي يقطعوا الغابات دي. ليه؟ قال لك عشان يبيعوا الخشب بتاعها ويستخدموه كوقود ويولعوا جزء منه، يبقى لبيع اخشابها واستخدامها كوقود. ويقوموا بقى واخدين الارض بتاعت الغابة ديت زارعين فيها محاصيل زراعية، يعني يحولوها لارض زراعية، وتحويل ارض الغابة الى ارض زراعية. يبقى بما تفسر يتم إزالة الغابات في قارة افريقيا؟ اقول له لبيع اخشابها واستخدامها كوقود وتحويل ارض الغابة الى ارض زراعية. ده السبب اللي بيخلي سكان قارة افريقيا بيقوموا بإزالة الغابات اللي فيها، لدرجة ان قارة افريقيا دي اعلى قارة خسرت مساحات كبيرة جدا من الغابات بتاعتها. يبقى اعلى قارة تم فيها إزالة الغابات بشكل كبير جدا قارة افريقيا. ليه؟ لبيع اخشابها واستخدامها كوقود وتحويل ارض الغابة الى ارض زراعية. طب دي اول مشكلة. طب تاني مشكلة، قال لك الحرائق. خلي بالك الحرائق والجفاف وانقراض الحيوانات الثلاثة بسبب التغير المناخي. بسبب ايه؟ بسبب التغير المناخي. هو السبب في الحرائق مثل ارتفاع درجة الحرارة، لان درجة الحرارة لما تعلى الغابة بتقوم مولعة، الشجر بيولع، لدرجة ان تلتين مساحة الغابات المحترقة في العالم موجودة عندنا في قارة افريقيا. تلتين المساحة اللي اتحرقت في العالم كانت عندنا في قارة افريقيا. يبقى تاني، الحرائق بسبب ايه؟ اقول له بسبب التغير المناخي مثل ارتفاع درجة الحرارة. طب الجفاف؟ اقول له برضه بسبب التغير المناخي، يعني كمية المطر هتقل. زي فين؟ اقول لك مثل غابات البحر المتوسط بتتعرض للجفاف. طب ليه؟ اقول له لان هناك تغير مناخي فما عادش امطار بتنزل، يبقى بسبب قله سقوط الامطار في بعض السنوات، مما يؤدي الى زياده موت الاشجار، الشجر هيموت لانه ما عادش لاقي ميه، وتدهور التربه نفسها هيحصل لها تدهور. يبقى تاني، الجفاف كده كده بسبب التغير المناخي. طب ما تديني مثال، اقول لك تعرض غابات البحر المتوسط للجفاف. طب لما يجي يسالك ويقول لك ليه غابات البحر المتوسط بتتعرض للجفاف، اقول له الجفاف يعني ما عادش امطار، يبقى بسبب قله سقوط الامطار في بعض السنوات، مما يؤدي الى زياده موت الاشجار وتدهور التربه. طب انقراض الحيوانات، اقول له برضه بسبب التغير المناخي. طب وايه كمان؟ اقول لك الصيد الجائر، ان الناس بتنزل تصطاد الحيوانات بشكل غير طبيعي، والتوسع الزراعي
والعمراني. كل ده هيعملوا خلل في النظام البيئي اللي ربنا خلقه في الغابات دي. يبقى تاني، انقراض الحيوانات او اللي بسبب التغير المناخي، والصيد الجائر، والتوسع الزراعي والعمراني. بيتوسعوا في الاماكن ديت علشان يزرعوا ويبنوا بيوت، فده بيأثر على الحيوانات وبيحصل لها عملية انقراض. كل واحدة من الأخطار دي فيها سؤال بما تفسر، لازم تذاكروا كويس جدا جدا. وبكده نكون خلصنا أول درس عندنا في الوحدة الثالثة، واتكلمنا في الجزء الأول عن الغابات المدارية المطيرة، وفي الجزء الثاني عن غابات البحر المتوسط والأخطار اللي بتواجه الغابات ديت والغابات ديت. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ما تنساش تتفرج على فيديو الأسئلة على الدرس الأول. تحياتي ليكم، مستر عطا زكي شحاتو.